كلنا شايفين اللي بيحصل بين امريكا وكوريا الشماليه، وعشان نفهم مدى التطور اللي ممكن يحصل لازم ناخد شويه معلومات كده عن رئيس كوريا الشماليه كيم جونج اون. اولا هو الرئيس الثالث لكوريا الشماليه، والناس اللي قبله هو ابوه وجده. ابوه كيم جون إل وجده كيم إل سونج. كيم إل سونج هو مؤسس كوريا الشماليه. وعشان نعرف مدى جنون وهستيرية الراجل ده تعالوا نعرف شوية حاجات من اللي ممنوعة في كوريا الشمالية. في كوريا الشمالية ممنوع الاتصال بالانترنت، وعدد قليل جدا من الناس المقربين للسلطة هم اللي ليهم الحق ان هم يخشوا على الانترنت، وفي حاجات محدودة جدا متراقبة من النظام. ممنوع هناك ان الشعب يمتلك عربيات، و3% بس من اجمالي سكان كوريا الشمالية هم اللي عندهم عربيات، وبرضه من المقربين للحكم. في كوريا الشمالية ممنوع عليك انك تختار شغلانتك، والشغل هناك اجباري وبالوراثة. يعني لو والدك مزارع تطلع مزارع، لو والدك دكتور تطلع دكتور. وممنوع هناك انك تقدم استقالتك او تخرج عن المعاش. في كوريا الشماليه ممنوع ان انت تلبس بنطلونات جينز، لانها تعتبر من رموز الامبرياليه والهيمنه الامريكيه. ممنوع على مواطنين كوريا الشماليه ان هم يسافروا او يخرجوا خالص بره كوريا الشماليه، والطريقه الوحيده عشان يسافروا ان هم يهربوا، واللي بيتمسك العقوبه بتكون الاعدام. ممنوع ان انت تتفرج على اي قناه اجنبيه او اي برنامج اجنبي او اي مسلسل اجنبي، ومفيش هنا غير 3 قنوات، 2 منهم بيفتحوا بس في الويك اند، وطبعا النظام مسيطر عليهم سيطره تامه. والعقوبه لو اتفرجت على اي حاجه اجنبيه او سمعت حتى راديو اجنبي هي الاعدام. اغرب بقى الحاجات اللي ممنوعه في كوريا الشماليه هي المكالمات الدوليه. ممنوع ان انت تتكلم اي مكالمه دوليه، وبرضه العقوبه هي الاعدام. وكيم جونج اون نفسه اعدم جوز عمته بتهمه الخيانه لانه حس ان هو ما بيحبوش، ونفذ عقوبه الاعدام دي بانه طلع عليه 120 كلب بري جعانين بقالهم 3 ايام كلوه. ومش بس كده، ده اعدم كمان وزير الامن القومي عشان كان مقرب من جوز عمته، ونفذ الاعدام بقاذفه لهب. واعدم كمان وزير الدفاع بتاعه بتهمه انه نام اثناء عرض عسكري، ونفذ حكم الاعدام ده بمدفع رشاش مضاد للطائرات. وطبعا النظام في كوريا الشماليه زيه زي اي نظام استبدادي، بيعتمد على البروباجندا وانه يتحكم في كل مفاصل الاعلام، وانه يوصل معلومات مغلوطه للمواطنين. من المعلومات المغلوطه اللي منتشره في كوريا الشماليه ان كيم جونج اون رئيس كوريا الشماليه وصل لعلاج لداء التقزم. طبعا الخبر ده كل العالم بيضحك عليه، بس مواطنين كوريا الشماليه مقتنعين ومصدقينه فعلا، مش بيفكرك بحد. في كوريا الشماليه مقتنعين ان الزعيم كيم جونج اون ما بيدخلش الحمام، وان جده هو اللي كان بيتحكم في المناخ بقوه عقله. طبعا دي كانت محاولات ان هم يوصلوا صوره للزعماء هناك ان هم اشخاص خارقه، ومحاوله لتأليههم. حتى كيم جونج اون اقنعهم ان هو اتعلم السواقه وهو عنده 9 سنين، واتعلم السواقه على دبابه مش على عربيه. من بعض الحاجات اللي بتتقال على كوريا الشماليه ان في راديو في كل بيت، والراديو ده النظام هو اللي متحكم فيه، والمواطنين ما يقدروش لا يعلوه ولا يوطوه ولا يغيروا المحطه ولا يعملوا اي حاجه، مفروض عليهم يسمعوا ايه وامتى. ومن اغرب الحاجات اللي سمعتها وما قدرتش اتاكد من صحتها ان يقال ان هو في مره اقنعهم ان منتخب كوريا الشماليه خد كاس العالم، والناس نزلت في الشارع واحتفلت بكاس العالم. وطبعا من المعروف ان كوريا الشماليه نظام شيوعي اشتراكي، وهناك الناس بتشتغل بالاجبار وبتاخد مرتبات زهيده جدا، 50 يورو بس في الشهر، بس الدوله بتكفل لهم كل حاجه من اكل وشرب وسكن. كوريا الشماليه بتسمى بالجمهوريه الغامضه من كتر ما هي منعزله عن العالم وعايشه في قوقعه ما تعرفش اي حاجه عن العالم الخارجي، ولا العالم الخارجي يعرف عنها حاجه. وهناك نادر قوي انك تلاقي حد معاه موبايل او معاه انترنت، ومفيش غير شركه اتصالات واحده هي شركه اوراسكوم المصريه بتاعت نجيب ساويرس، و10% بس من سكان كوريا الشماليه هم اللي معاهم موبايلات، وحتى اللي معاهم موبايلات ما عندهمش حاجات كتيره يعملوها بيها لان مفيش لا انترنت ولا مكالمات دوليه. كنت في مرة من المرات قريت رواية اسمها 1984 بتاعت جورج أورويل. الرواية دي كانت بتتكلم عن النظم الاستبدادية وازاي كانوا مسيطرين على الشعب بتاعهم ومغيبينهم عن كل حاجة بتحصل، ومحرفين في التاريخ ومعيشينهم جوه خط ما يعرفوش يخرجوا منه. الحقيقة ان انا كنت فاكر ان الرواية دي مبالغة لحد ما شفت حالة كوريا الشمالية اللي فعلا تطبيق حرفي لكل حاجة اتقالت في الرواية دي، لدرجه ان انا ساعات بتخيل ان كيم جونج اون ده وهو صغير قرا الروايه وحلم ان هو لما يكبر يحققها في شعبه، وده اللي حصل فعلا.